بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. دائما ما نقول أن الوقاية خير من العلاج، ولكن مع الأسف الشديد بنلاقي بعض الناس بتتهاون في صحتها بحجة إن الأمر بسيط، مفيش مشكلة، ده حاجة عادية جدا. طيب، من ضمن الحاجات اللي بيتم الإهمال فيها ويبقوا شايفينها إنها أمر بسيط هي إحمرار العين. لو قلت لحد عينيك حمرا ليه كده، يقول لك بسيطة مفيش مشكلة. احمرار العين، وانه دايما لما يطلع في اي اضاءة يحس انه مش قادر يفتح عينه كويس ويبدأ يغمضها. فلما يتسأل عن التصرف ده يقول مفيش مشكلة، عادي، علشان كنت قاعد في الضلمة مثلا مدة طويلة. بعد كده بيبدأ يتطور معاه الأمر ده، إنه حتى لما بيقف في الشمس بيحس إنه مش قادر يفتح عينه كويس، وإن عينه فيها حساسية والإحمرار بيزيد مرة عن مرة، ويبدأ يشعر يا إما بصداع يا إما بحساسية شديدة ضد الضوء، وإنه حتى الرؤية بالنسبة له في ضوء النهار ما هياش بالقوة أو بالجودة المفروض تكون عليها رؤية العين الصحيحة. والحقيقة الأعراض دي ما هيش أعراض بسيطة يمكن إهمالها وتركها، لأن دي أعراض من ضمن أعراض جفاف العين. لو تركتها وأهملتها لا قدر الله ممكن يكون في تبعات مش كويسة عليك وعلى عينك وعلى الرؤية. النهاردة إن شاء الله في حلقة قوارير هنتكلم عن جفاف العين. إيه هو؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الأعراض؟ ما هي طرق العلاج والوقاية كمان، مع ضيفتنا الدكتورة أسماء عبد الوهاب محمد، أخصائية بصرية. السلام عليكم دكتورة أسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك أهلا بك. أهلا وسهلا. الحقيقة دكتورة أسماء، زي ما قلت في البداية بعض الناس بتهمل موضوع الرؤية عندها، إن هي لو مثلا عينيها فيها إحمرار بسيطة ما فيش مشكلة، مش قادر يفتح عيونه في النور بسيطة ما فيش مشكلة، وشايف إن الأمر ده عادي خالص. خلينا نتكلم الأول عن جفاف العين، ما هو جفاف العين، ثم تباعا نشوف مع حضرتك أبرز الأعراض. تمام. قبل ما نعرف جفاف العين لازم نعرف أنه طبقة الدموع اللي هي طبقة مهمة جدا جدا بتغطي سطح العين الخارجي. مم. وطبقة الدموع هذه بتتكون من 3 طبقات: طبقة مم. مخاطية وطبقة مائية مم. وطبقة دهون. الطبقة المائية هتظهر معانا بتكون الصورة كمان توضيح أكتر لطبقات آه العيون، معانا الصورة هتبان مع حضرتك ومع الشرح. اتفضلي. تمام. الطبقة الدمعية هذه 90% منها موية. بالنسبة مم. لجفاف العين، طيب، بيكون خلل في إحدى هذه الطبقات أو خلل في الغدد اللي بتفرز واحدة من مكونات الدمع. مم. طيب، فهذا هو ما يسمى بجفاف العين. طبعا يختلف الأنواع، يختلف الأسباب، يختلف المشاكل، مم. ولكن بتكون مشكلة في طبقة الدموع. طيب. تمام. مم. آه تفضلي. تمام، يعني بتختلف، حضرتك قلتي بتختلف الأسباب وبتختلف آه حاجات كتير نتيجة لطبقة العين. يعني هي النقطة دي أنا محتاجة حضرتك تشرحيها شوية. يعني هل كل سبب أو كل طبقة في طبقات العين بيكون ليها سبب مختلف؟ أيوة، ويبان هذا مع الفحص الطبي مع الأطباء. بيعرفوا جفاف العين هذا جاي من مشكلة إيه. هل من مشكلة في الطبقة المائية ولا مشكلة في الطبقة الدهنية اللي بتغطي كامل أو بتغطي السطح العلوي من طبقة الدموع. هل في مم. مشكلة في الغدد اللي بتفرز المكون المائي أو الغدد اللي بتفرز المكون الدهني في مم. الدمع. طيب، طيب، مع الصورة اللي الفحص معانا يا دكتورة ممكن تشرحي لنا عليها وتفهمينا الطبقات والألوان دي بتعبر عن إيه؟ تمام. الألوان هو اللون الزهري اللي قدامك اللي هو القرنية، الطبقة مم. الشفافة اللي قدام العين. طيب، تمام. بعد كده اللي هو الأخضر ده أو الطبقة الخضراء، مم. هذه الطبقة المخاطية في الدمع. طيب، اه. وبعد كده بتيجي اللون الأزرق اللي هو الطبقة المائية، وزي ما قلت لك بيسوي 90% تقريبا من الدموع. اه. ايوه. طيب، بعد كبيرة. كده عندك اللي هو الصفرة، الطبقة الدهنية، هذه بتمنع تبخر
الطبقات اللي تحتها أو الطبقة المائية في الدمع. دي الواقي ليها، فعشان كده يعني نقدر أقول لك نسميها كده. أيوه. أيوة دي الواقي، يعني وانس إنه حصل حاجة في الواقي ده حيكون جفاف عين سبب من الأسباب، أو بسبب مشكلة مثلا في الغدد اللي تفرزها، أيوه، فيعالج بطريقة معينة وهكذا. تمام جدا كده، وضحت الصورة بالنسبة لنا. طيب نتكلم بقى عن نعم. الأسباب الرئيسية والأساسية لجفاف العين. كلمة جفاف العين ناس بتبقى فاهمة إن أنا العين فيها جافة ما فيهاش دموع، فأنا مباشرة بروح الصيدلية أشتري قطرة اللي هي الملطفة للعين وخلاص كده الأمر بيبقى تمام بيتعالج. خلينا نتكلم عن الأسباب اللي بتؤدي لجفاف العين. الأسباب اللي تؤدي لجفاف العين ما شاء الله لا تعد ولا تحصر، بس حنبدأ نقول مشكلة في أحد أجزاء العين. أحيانا في أشخاص عندهم مشكلة في الجفون برضو من الأعضاء المهمة للعين. الجفون بيحمي العين، بيحتوي على غدد بتفرز الطبقة الدهنية من الدمع. في أحيانا يكون ضربة، الجفن نفسه تأثر فيها. أحيانا بيكون مشكلة في اتجاه الرموش. هذه كلها مشاكل متعلقة بالجفن. طيب هذا برضو بيسبب نوع أو شكل من أشكال جفاف العين. الثاني شيء اللي هو التعرض للتيارات الهوائية. أحيانا في ناس بينقلوا من منطقة رطبة إلى منطقة مثلا صحراوية، حيحسوا بنفسهم إنه في جفاف. هذا واحد من الأسباب. يقول لك أنا سافرت ومن وقتها أنا ما ارتحت، سافرت المنطقة الفلانية وما ارتحت. فأحيانا المناطق بتكون أو المناخ في المناطق بيكون سبب من أسباب جفاف العين. في أشخاص بيقعدوا في مكاتبهم أو في السيارة بيتعرضوا للمكيف لمدة طويلة. بالظبط. هذا واحد من أسباب جفاف العين. المكيف والمروحة اللي يكون موجه مباشر للعين أو للوجه. ثاني عندنا إنهم يقعدوا على الأجهزة سواء كمبيوتر جوالات بشكل طويل، بينسوا إنهم يرمشوا. الرمش مهم، معدل الرمش لازم يكون 12 مرة في الدقيقة على أقل تقدير، 12 إلى 17. طيب أنت لما تنسى ترمش بتنسى أنك توزع الطبقة الدمعية في السطح الأمامي للعين، فبالتالي بيحصل جفاف العين. أحيانا بعض الأمراض زي أمراض السكري، الغدة الدرقية، هذه كلها بتسبب جفاف العين. زائد إلى التقدم في العمر، الأشياء بتبدأ تتغير، وشكل أو تركيبات العين بتبدأ تتغير مع تقدم العمر، برضو بيسبب جفاف العين. تمام جدا. ما أدري إذا أنا ذكرت ولا لا عمليات العين، الليزر، عمليات المويه البيضاء. عمليات الليزر بشكل خاص بتسبب جفاف العين، لأنه يعني أثناء العملية بتغير تركيبة العين بيلمسها أيوة الجراحة وزي كده، فمعلش هي بتتعالج بس أوكي بتسبب جفاف العين. كمان في عندنا حاجة، بعض الأدوية زي أدوية البشرة الدهنية اللي هي عندنا روكتان بتسبب جفاف العين. فإذا شخص بياخد أدوية زي كده لازم يكون، إذا وحيسوي تصحيح مثلا، لازم يكون صريح مع الطبيب، يقول له أنا باخد الدواء الفلاني أو الدواء العلاني، أساس إنه هو يحط في باله الكلام هذا، ويؤجل مثلا إذا كان في عملية تصحيح، أو يكثف معاه القطرات والأدوية. ممتاز جدا. طيب دكتورة، الأعراض اللي تخليني أعرف إن أنا يعني مش هقول خلاص مصاب بجفاف العين، أنا مقدم أو داخل على الإصابة بجفاف العين، أبرز الأعراض اللي تخليني أعرف إنه لازم أروح للدكتور مباشرة. هيحس بوخز في العين، بيقفل أو يرمش كتير، رمش الكتير. ما بيقدر يقعد على الأجهزة الكهربائية أو الكمبيوتر وكده مدة طويلة. في إحساس بحرقان، إحساس زي في حبة رملة أو مثلا شعرة في العين بس هو ما في. تقل في حركة الجفون. يشوف أحيانا غباش، بتغبش عليه الدنيا وبعدين فجأة ترجع، يرمش الدنيا ترجع. هذا واحد برضو من الأعراض. طيب الإضاءة ما بيشوفها منتظمة، بيشوفها منتشرة، في هالة حول الإضاءة. هذا برضو أحد أعراض جفاف العين خصوصا الشديدة. وفي صعوبة بالنسبة للبنات إنهم هم يلبسوا العدسات اللاصقة.
بالظبط. تمام. أيوة. طيب احنا هتعرض معانا صورة دلوقتي عن الرؤية اللي بيشوفها مريض جفاف العين، كيف يرى؟ ايوه في صور بتعرض معانا هي دكتورة. هذه صورة الأعراض زي ما قلت لك، احمرار أو احتقان في العين. أحيانا بيكون في تدميع عكسي بسبب الجفاف، بسبب إنه يحس معنى في ايه زي ما قلت التدميع لك. العكسي يا دكتور؟ التدميع العكسي هو عنده جفاف بس بيدمع. طيب، بيدمع ازاي؟ لأنه آه، إزاي ما أعرف كيف أشرح لك إياه. يعني بيدمع اقصد هو لأنه هو عنده عادة جفاف إنه بس مثلا، دموع، بس نازل دموع عنده كتير. أيوة نازل دموع كتير، العين ما بتستفيد من الدموع هذه. الدموع كلها بتنزل بسبب إنه مثلا حاسس إنه في زي حبة رملة. ما أدري إذا جربتي اه إحساس إنه في حبة اه. رملة أو في حبة شعرة في عينك تبدأي تحكي. فهمتي؟ ده واحد من الأعراض برضه. امم. عندك الإحمرار، عندك الغباش مؤقت يروح ويجي. طيب، آه إيش اسمه، الصور دي يعني تدرج يا إحساس. دكتورة لأعراض جفاف العين؟ يعني احنا عندنا مثلا لا، الإحمرار القوي جدا. دي هو أعراض وليس تدرج. طيب، يعني ممكن تحس بأي واحدة من هدول إذا عندك مم. جفاف العين. مش لازم إذا تكون حسيت مجتمعة بأي واحدة، كلها، يعني مش لازم يكون عيني لا لا محمرة مع الرؤية اللي فيها ضبابية مع الوغز، لا ممكن عرض أو اتنين. لا بيختلف. أحيانا بيجي الشخص بس بيشتكي يقول لك أغبش أرمش أفتح ألاقيه كويس، يعني شايف تمام. مم. أحيانا بيقول أحس بوخز، وهكذا. فتختلف الأعراض من شخص لآخر، وزي ما قلت لك مع الفحوصات المتقدمة بيبان أكثر وأكثر إيش المشكلة اللي عنده. مم. طيب الصورة اللي هي العين اللي فيها نقط كتير، الصورة دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن عدم الراحة. في إحساس غالبا نكون كلنا حسينا إنه عينك ما هي مرتاحة، مضطر إنك أنت تقفليها وتريحي وما تقدري تفتحيها أكثر. في يعني تقل في الحركة. مم. تحسي في مشكلة لما تيجي تحركي عينك مثلا يمين شمال، تحسي في إشكالية أو في ثقل في الحركة مم. فيها. تمام. طيب انا عندي صورتين، في اللي فيها الاحمرار الشديد واللي فوق في احمرار بس على الطرف، الفرق ما بين الاتنين دول ايه؟ يعني كيف أقول لك، على هذه الستينينج أو البيرنينج، إحساس بالحرقان، امم. حرقان. اه طيب، اللي هي اللي فوق. الإحمرار اللي هو الإحمرار، العين بتيجي حمراء. أيوة، اللي فوق دي إحساس بالحرقان، حرقة ايوه، تحسي لكن فيه. التانية واضح فيها الاحمرار اصلا باين في العين. آه أيوة، هذه تيجي واضحة، الإحمرار محمر في العين، بس هنا يقول لك في حرقان، أنا ماني قادر أفتح عيني، بالظبط. وهكذا. بالظبط. طيب هتعرض معانا صورة أخرى يا دكتورة، رؤيتهم بتكون عاملة ازاي؟ على ما تعرض معانا خلينا نتكلم. اللي عنده جفاف عين الرؤية بتكون ضبابية، مثلا حاسس ان في خطوط سودة بتبقى طالعة، يعني اسمع شكاوى كتير، انا حاسس ان في حاجة كأنها مثلا حاجة صغيرة وعمالة تلف قدامي وانا مش عارف ايه ده، حاجات عائمة. فخلينا نشرح أيوة الرؤية فعلا. بتكون عاملة ازاي لمريض جفاف العين. جفاف العين الرؤية بتكون عنده غباش ولكن مؤقت وليس دائم. يعني مم. يقفل يفتح بيحس العين اتحسنت، مم. يرطب العين بيحس الرؤية صارت أوضح أو صارت أحسن. مو بشكل دائم. الإضاءات بتزعجه، الإضاءات بتكون جاهرة بالنسبة له، الإضاءات بتكون غير منتظمة، خصوصا إضاءات السيارات إذا هو بيسوق في الليل. إضاءات السيارات اللي قدامه بتكون مزعجة جدا ومنتشرة، يعني مو زي ما هي موجودة. مم. مم. بالنسبة اللي أنت بتقولي عليه اللي هو العائم، هذه الذبابة الطائرة أو العائمة، هذه بتكون جوا العين وليس لها علاقة بجفاف العين أبدا. هذه أبدا. بتكون يا إما مشاكل في الشبكية، يا إما بتكون نورمال عادية، أو مثلا موية بيضاء، بيكون كده. فالشخص اللي يشوف الذبابة الطائرة أو العائمة هذه بيروح مم. يفحص طوالي شبكية العين عشان يتأكد إنه كل شيء تمام، ما في مشكلة ولا لا. تمام. فبالنسبة مم. لجفاف العين ما له دخل فيها، ولكن النظر بيكون مغبش ولكن مؤقتا.
تمام جدا. طيب نتكلم عن العلاج يا دكتورة. ذكرت لحضرتك قبل كده سابقا ان بعض الناس اللي بيكون عندها جفاف عين بتروح للصيدلية وبتاخد من الطبيب الصيدلي القطرات المعروفة ومشهورة انها ملطفة للعين، تبدأ تحطها. ممكن يحسوا براحة شوية في البداية، ولكن مع الاعتياد عليها ما بتكونش هي علاج. خلينا نتكلم عن العلاج لجفاف العين، ما هو العلاج، ونتكلم عن موضوع القطرات الملطفة اللي بياخدوها كعلاج وحيد. تمام. قطرات العين هو مبدئيا كده مفروض الجميع يستخدمها، لأنه الجميع صار بيقعد على الأجهزة، الجميع صار في مكيفات، الجميع بيتعرض لتيارات هوائية، وإذا ما تعرض فالأجهزة بشكل كبير موجودة. فقطرات العين اللي هي تيجي أمبولات كده صغيرة، المفروض الجميع ياخدها مرتين أو 3 أو 4 مرات على حسب ما يحتاج. ولكن قطرات الترطيب هذه في منها خفيفة الكثافة، في منها متوسطة، وفي منها عالية. مين اللي يعرف ده؟ الطبيب. فأنت لما تفحص عنده بيديك على حسب حالتك، حيقولك لا هذا ما حيفيدك، هذا حيفيدك. أحيانا بيكون منها في مراهم عالية الكثافة جدا للأشخاص اللي عندهم جفاف عين شديد. فهذا واحد من العلاج. ثاني شيء في ما يسمى بمسحات الجفون، هذه برضو بيوصفها الطبيب. الأشخاص اللي بيستخدموا ميك اب طيب كتير، هذه المسحات بتفيدهم. الأشخاص اللي يكون عندهم مشاكل في حرف جفن العين، المسحات هذه بتفيد جدا. بيمسحوا جفن العين، فبالتالي الغدد بتفرز الطبقة الدهنية من الدمع، فبالتالي تمنع تبخر الدمع بشكل كامل. ثاني حاجة إزالة المكياج، الاهتمام بإزالة المكياج من العين ضروري. إذا ما في ضرورة إنه الوحدة تستخدم كحول ماسكارا، أو يفضل إن هي ما تستخدمهم، وإذا استخدمتهم تتأكد إنها شالتهم تماما جدا قبل ما تنام، لأنه فعلا الميك اب أو المكياج حق العيون بيسبب مشاكل. أحيانا أنا أفتكر أني كان عندي مريضة وفحصتها، فلما رفعت الجفن لقيته متغلغل في الجذور من كثر ما هي بتستخدم الميك اب. فهذه برضو مشكلة من المشاكل. في اللي هو الكمادات الدافية قبل ما ينام الشخص، إذا عنده يوم مجهد، يوم طويل، استخدم أجهزة مرة كثيرة، يسوي كمادات موية دافية على عينه بتريحه بشكل كثير. أحيانا أطباء بيوصفوا بعض المكملات الغذائية زي الأوميجا 3 على حسب حالة المريض. وفي جهاز ما أدري نوعا ما جديد اللي هو يسموه جلسات جفاف. طيب بيعرضوا نوع معين من الضوء لعين المريض، طبعا بعد الفحص بيحددوا نوعية الجفاف ويعرضوا المريض لهذه الإضاءة، فبالتالي بيتحسن والفيدباك حق الأجهزة هذه مرة كويس. فهذه كلها علاجات للحد. هل ممكن يكون من طرق العلاج في عمليات ولا لا؟ هو العلاج يقتصر على اللي حضرتك قلتيه فقط؟ أحيانا في عمليات، مثلا بيركبوا سدادة في فتحة تصريف الدمع. انت عارفة لما إذا لاحظت إذا الشخص بيبكي الدمع بيكون من العين ومن الأنف، فهذه الفتحة اللي بتخلي الدمع يمشي لمجرى الأنف أحيانا بيقفلوها الأطباء بسدادة، عملية بسيطة لا تتجاوز ثواني أو دقائق وخلاص عادي. هذا للحالات المتقدمة جدا، الناس اللي عندهم مشاكل متقدمة جدا في جفاف العين. طيب دكتورة أسماء، هل في طرق للوقاية من جفاف العين؟ بعض الطرق اللي المفروض نتبعها احنا، يعني يبقى ستايل حياتنا بالنسبة لعيوننا صحي وطبي، تنصحينا بإيه علشان نعمل وقاية لعيوننا؟ أنصح أول حاجة لبس النظارة الشمسية. ضروري الشخص في الشمس يلبس نظارة شمسية. هذا أهم شيء. يعني هي أصبحت دلوقتي ضرورة، ما هياش بس لمجرد الشياكة وإن هي استكمال بس الأوتفيت وخلاص، لا هي بقت ضرورة دلوقتي. هي ضرورة فعلا. النظارة الشمسية بتخفف كثير ضربات الشمس للعين
غير أمراض الجفاف بتجيب أشياء تانية، بتجيب موية بيضاء، بتجيب اللحمية حق العين. فالنظارة الشمسية ضروري. اللي هي عدم التعرض للتيارات الهوائية أو للمكيفات، هذا واحد من أهم الأشياء. إذا في مكيف ممكن يرفعه يوخر منه. تاني حاجة، في قاعدة إذا أنت من الأشخاص اللي بتقعد على الكمبيوتر بشكل كبير، في قاعدة تسمى 20-20-20، اللي هو كل 20 دقيقة طالع لمدة 20 ثانية في مكان بعيد لمسافة 20 قدم. يعني ريح عينك قد ما تقدر، ريح عينك وما تقعد بالساعات على الأجهزة فاتح عينك. وتاني لازم يرمش، الرمش ضروري. في ناس بتقعد على الأجهزة بتنسى الترميش بشكل كبير جدا، هذا برضو بيسبب مشاكل. وهو قطرات الترطيب غالبا معظم الناس بتستخدمها. طب أنا عايزة حضرتك تردي بقى على كتير من الأمهات اللي هي يعني أرهقت ولادها وبناتها جدا من أكل الجزر. الجزر بيقوي النظر، وأعتقد حضرتك وصل لك المعلومة دي من زمان جدا، إن كتير من الأمهات بتجبر ولادها على أكل الجزر لأنه هيقوي النظر. ففعلا هل هو هيحافظ على النظر من الجفاف ومن الطول ومن القصر ومن الضعف والحاجات دي كلها؟ لا، هو صراحة المقولة صارت شائعة لأنه الجزر فيه فيتامين A. فيتامين A هذا مهم للعين، تمام. أحيانا أشخاص في أمراض أو في مرض اسمه نقص فيتامين A بيسبب عشاء ليلي. طيب بيكون في أيوة بيكون في مشاكل في الرؤية الليلية، ولكن كجزر لا. بس التغذية السليمة، الفواكه، الخضروات، الأشياء اللي تكون محتوية على فيتامينات أو كميات من المياه أو السوائل، هي مفيدة بشكل عام. يعني التغذية مفيدة كمفيدة، وليس الجزر يقوي النظر، وليس الجزر يوخر طول النظر وقصر النظر. تمام فبس جدا. فالتغذية والفيتامينات مهمة، ولكن مو كجزر، مو كل جزر عشان تشوف نظرك تمام. يبقى قوي. لا، احنا كده من خلال حلقتنا النهارده احنا كده يعني كسرنا المقولة اللي على طول بتتقال للولاد من هم صغيرين، كل جزر هيبقى نظرك قوي وهتقدر تشوف من بعيد. كسرناها. ربنا أيوة. يبارك فيك يا دكتورة. بشكرك جدا في النهاية دكتورة أسماء عبد الوهاب محمد، أخصائية بصرية، على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا وعلى أمة المسلمين جميعا يا رب بالصحة والعافية. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.